السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تسمعوا في القصه تاع اليوم. القصه تاع اليوم حقيقيه وصارت في الجزائر. نخليكم تسمعوا القصه. ما تنسوش كما العاده تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واذا عجبتكم القصه ديروا جيم، خلونا كومنتير. كاين الليالي ما يكونوش كيما باقي الليالي كي تحط رجلك برا تحس العالم تبدل، والهواء ماهوش نفس الهواء، والناس اللي جربوا السفر في الليل يعرفوا واش راني نهضر. اليوم ما راحش نحكي لكم على فيلم ولا قصة خيالية ولا كذبة. اليوم راح نحكي لكم على ليلة حقيقية صرات الواحد من الناس وخلاته يشك في الطريق وفي الناس وفي روح. الشاب يقول غادي نحكي لكم قصة حقيقية صرات لي أنا، واسمني محمد كاسم مستعار. شخصيا الحكاية هذه ما عندهاش تفسير. أنا من صغري نحب حاجة سموها الواطة. خدمتي كانت هي نبيع ونشري الواطة. عيط لي واحد من قسنطينة باه نبيع له لوطو، وأنا نسكن في الغرب. تفاهمنا وقال لي جيب لي لوطو القسنطينة ونخلصك. كان زمان البرد، قلت نقلع اليوم في الليل باه نوصل صباح بكري نقضي معاه صوالحي ونولي في الطيارة. أيا رفدت صوالحي وقلعت قاع الليل وأنا نمشي. كي لحقت للصيف البرد كبير وكان التلج عاد باغي يطيح. قلت نزيد طريق شوية إلى نوصل للعلمة، نشوف كاش فندق ندخل نرقد فيه. أيا رحت حتى خلاص عييت بزاف وبديت ننعس مع الشوفاج تاع اللوطو نعسني. دخلت للعلمة لقيت واحد الفندق نيشان مقابلني مع الدخلة تاع العلمة. دخلت قلت له راني عيان خصني شومبرة. قال لي مازال اصبر حتى للصباح نعطيك مفتاح باه تدخل في نهار جديد. وهو يشوف فيا ميت بالنعاس وعيان ويقول لي اصبر حتى 6 تاع الصباح. قلت له كي 5 تاع الصباح كي 6. مد لي المفتاح وخلاني دخلت. ريقلت الرافاي على 9 باه نكمل طريقي لقسنطينة. كيما دخلت طحت نيشان رقدت، وكيف فطنت لقيتها 11 حتى الرافاي وما نوضني ما فطنت له. ولقيت عدد كبير من المكالمات عيطت لهم واحد بواحد، ونلقى مول اللوطو تقلق عليا. فهمته واش صرالي وقلت له باللي عييت. قال لي معليش براحتك، مسكين كان انسان ناس ملاح. بصح المكالمه الاخرى لقيتهم بزاف معيطين لي. كي عاودت لهم قالوا لي لازم ترجع للدار في اقرب وقت ممكن لامر عائلي خطير. هنا ولات خمامي انه لازم عليا نرجع باسرع وقت. خرجت من الفندق باه نركب في اللوطو ونكمل طريقي حتى نلقى الدراجة مفشوشة. هنايا تقلقت وما عرفتش واش ندير، وما عنديش رود سكور. اللوطو هذه رياضية ما فيهاش. قعدت نحوس على هادوك اللي خدموا البناوات مع واحد الطاكسيور مسكين عاوني. نحينا البنو وخدمناه وحكمت الطريق باش نولي. التلج بدا يطيح وانا نحوس غي وين نوصل. حكمني الباراج بالك ساعة ولا فايت. جابوا بيا الوقت حتى قريب الليل يطيح وهما غير يهضروا. كيما نعرفوا 5:30 راهي ظلمة في الشتاء. وهنا راح تبدا المغامرة تاع الصح. كل شي فوته عادي. الامر تاع البنو فوته، الامر مستعجل راني رايح له. كل شي فوته.
بصح هنا اللي غادي يصرى ما زلت كي نتفكر ديك اللقطة نقول كنت نتخيل وانا نسوق راجع في طريقي، وكنت نمشي سرعة خيالية، حتى فجأة نشوف مراه هي وبنتها يعملوا في ستوب. المراه هذيك كانت لابسة طابلية تاع ممرضة، وبنتها الصغيرة يكون عندها 10 سنين هكا. شعلت فيهم الفار وكملت، قلت واش راهم يديروا في الظلمة هادو وزيد البرد والنوم. كملت طريقي، مشيت واحد 50 كيلومتر هكا، ونلقى نفس المرأة واقفة وحدها. شفتها مليح وحتى هي كانت تخزر فيا. الى يومنا هذا مازال ما نسيتهاش، ومازال ما نسيت هذيك الشوفة اللي شافتها فيا. قلت في راسي كيفاش الطريق كاع هذه اللي تمشيتها كيفاه وصلت. هنا عرفت بلي الدعوة ما راهيش تعجب. درت القرآن وقعدت نقرا ونذكر في الأذكار، وقعدت ندوبلي هذا كاميو هذه لوطو، حتى نلقاها واقفة في وسط الطريق مع بنتها وتشوف فيا بواحد الشوفات. قلبي وليت نسمع الدقات تاعه. غمضت عينيا ودخلت فيهم. كيف فتحت عينيا نلقى روحي قربت للدار. قلت في نفسي او مسافة هذه كاملة راني درتها في رمشة عين. كي لحقت للدار نلقى جماعة قاعدين عند دارنا. كانت الساعة 2 ولا 3 تاع الصباح. قلت لهم السلام عليكم، ما ردوش عليا، وانا داخل كي عاودت وليت لهم والله ما لقيت حتى بنادم. هنا قلت العيار دايرها بيا. طبطبت، حلت عليا يما الباب ودخلت نرقد ديريكت. كنت ميت بالعيا. وغدوة من داك فطنت على 8 تاع الصباح، لا عيا لا هم يحزنون. نلقى يما دايره قهوة وتستنى فيا باش نشربها معاها. قالت لي باغي نسقسيك. قلت لها خير. قالت لي يرحم بابك وين لقيت الكبدة حامية في هذاك الوقت. قلت لها وش من كبدة؟ انا جبت كبدة. قالت لي حليت عليك الباب، مديت لي الكبدة مشوية وخبز حامي وقلت لي كوليهم دروك. انا بالدهشة قلت لها انا. من بعد قلت لها وريلي نشوف. كي جابتهم لي تشوكيت، ما نقدرش نكذب يما ولا نخوفها. خرجت نشوف هذاك الامر اللي رجعت على جاله. وكي جيت راجع للدار وصلت عند الباب طحت مغمى عليا، ما فطنتش حتى لقيت الراقي عند راسي. كي حكيت له كلش قال لي على بالي بكلش. لحد الان ما فهمتش وش صرا، والصورة تاع المراه هذيك ما بغاتش تروح من بالي. من ديك الليلة وليت كي نحكم طريق في الليل ندي معايا خويا ولا صاحبي، ما نسافرش وحدي. الدنيا هذه واسعة، ماشي قاع اللي يمشي فوقها يكون من البشر.